ايوه انا الفيديو التالت اهو في اسبوع. بذمتكم ايه رايكم في النشاط؟ انا عارف ان احنا في فتره امتحانات والناس مشغوله وشتاء، وانا عارف ان الفتره دي دايما بتبقى مريحه، فانا عايزك كل اللي انت تعمله تعمل لايك. انت ما بص، انت مش هتخسر اي حاجه، تنزل تحت تدوس اللايك، تشترك في القناه وانت مش مشترك. اول ما تشوف فيديو على طول انا هطلب منك طلب صغير، طلب بسيط مش هيأثر معاك في اي حاجه. اللايك دوس تحت كده بالزرار كده، دوس يا اسطى يلا. صعبه مكسل بردان، انتوا هتعملوا لايك وانا هثق فيكم ان شاء الله. الفيديو الجاي خلينا نفكر يا جماعه في حاجه احنا بنحبها وانا بحبها وانتوا بتحبوها، انا عارف كده. المقالب، فاكرين يا جماعه كنا بنتكلم عن المقالب ازاي؟ فين الناس بتاعت المقالب؟ الناس ما بقتش تبعت لي حاجه بتاعت المقالب بتاعت زمان كده. فاكرين المقالب الزوجيه، مقالب الزوج والزوجه، الحاجات الجميله اللي احنا كنا بنتكلم عنها كده. كنت قاعد كده مع نفسي قلت طب فيديوهات حمل، طب اي حاجه. وانا بصراحه وحشتني قوي على الرغم ان انا كنت ضد الموضوع، بس بجد وحشني المقالب الزوجيه. احمد حسن بطل ينزل فيديوهات، ناس كتير قوي كل المتزوجون بطلوا ينزلوا فيديوهات. المهم انا قاعد بفكر كده في الموضوع، ببص لقيت فيديو اتبعت لي اسمه ايه، اسمه مراتي طلعت حراميه. انا قلت بس قلت وربنا ما انا ماشي هو ده. فيديوهات كده قناه جديده مقالب من العيار التقيل. انا اتبسطت اول ما شفته، وانت لو اتبسطت اعمل لايك يا عم. احنا بنلاقي الحاجات دي كل يوم. كشخصيات هم اتنين كويسين، مالناش دعوه بالموضوع. بنتكلم عن محتوى، المحتوى اللي هم بيعملوا اوردر وبيقعد هو ومراته يقعدوا يضربوا الاوردر، هو ده يوميا على كده، وبيقعد يتسابق هو ومراته مين هيضرب بتايز اكتر، مين هيضرب كفت. ده اسمه محتوى السفره. المحتوى ده منتشر بقى، وتودي انت ومراتك وتقعد بقى تشوف مين اللي هيشد بتايز اكتر او هيرفع كفت اكتر، هو اللي هيبقى كسبان. مره واحده مراتي طلعت حراميه، انا اتصدمت بقى. مراتك طلعت حراميه؟ يعني ايه طلعت حراميه؟ فيديو النهارده برعايه منصه ايفست. ايفست هي شركه استثمارات وتداول عالميه مرخصه من اعلى الهيئات الرقابه الماليه. تقدر تستثمر في الاسهم، الذهب، صناديق الاستثمار. كمان فيها ميزه لو انت ما عندكش خبره قوي، وهي ميزه الايفست وسكوبي. هي ميزه تقدر تكوبي كل التريدز اللي بيعملوها المتداولين اللي عندهم خبره وشاطرين في المجال ده، تقدر تكوبي على حسابك. الفكره كمان في المنصه دي ان هي منصه اليو اي بتاعها سهل جدا، منصه مفهومه مش صعبه مش معقده زي منصات تانية كتير، والعموله كمان بتبقى 0%. عايز اقول لك كمان بتسجيلك من الرابط اللي تحت في الديسكريبشن هتقدر تاخد بونص 100% على اي ديبوزيت، مع امكانيه كمان ان انت تقدر تطلب خطه استثماريه مجانيه. كمان لو انت سجلت من الرابط اللي تحت ده هيديك $25,000 كاكونت تجريبي بتقدر تتدرب بيهم، ما بتكونش فلوس حقيقيه عشان ما تخسرش فلوس في الاول، بتبدا تتمرن لحد ما تفهم السوق عامل ازاي. شكرا ايفست لرعايه الفيديو ده، هتلاقي كل اللينكس تحت في الديسكريبشن، وخلينا نبتدي فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف هنا نطه اقسم بالله. انت خدت بالك من نطه استاذ اشرف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثواني، هو نط منين؟ كان فين اصلا؟ يعني انت نازل من فوق ولا كنت ماشي على حيطه ولا ايه؟ هو نط منين بجد؟ بقالي كتير ما عملتش مقالب في ايه. انا حاسس ان هو كده قناه معلوميات، يعني هو ينفع كده قناه هل تعلم. انا حاسه كده فيها مقلب قوي جدا. هي سرقت فلوسي، هيكون مقلب جامد جدا. استاذ اشرف نط من على الكنبه نزل في البحر، هيبقى جامد طبعا. جامد جدا. ليه بقى؟ هو هيرجع تاني؟ انا مستنيه ينط على الكنبه تاني والله. عارفين لما يكون في حد موجود دايما معاك في البيت واقرب الناس ليك، حاجه كده معاك في البيت واقرب الناس. انا عارف الناس ليك، وان انت تسرقه، فطبعا دي هتبقى حاجه جامده جدا. طبعا حاجه جامده طبعا، تسرق مراتك حاجه تحفه. ايه الجمال والمتعه دي؟ عايز اقول لكم ان هي دلوقتي في المطبخ. هنا هي في المطبخ وهو بينط من على الكنبه، وهي مش واخده بالها في قلب في هطل بيحصل على العفش بره، وهي مش سامعه. هو بيتفق معانا دلوقتي عشان هي دلوقتي في المطبخ. مش عايز حد يقدم الفيديو ده عشان محدش يقدم الفيديو ده. ليه؟ هيكون قوي جدا. عشان قوي جدا يا جماعه، محدش يقدمه. انا عايزكم تخليكم معانا لحظه بلحظه. خليكم معانا لحظه بلحظه يا جماعه. طبعا ايه الموضوع وما فيه انتوا هتشوفوه كله في التحدي معانا. طب ما احنا هنشوف، نخش بقى على التحدي بقى، الموضوع وما فيه نشوف. ولكن انا عايز اقول لكم ان انا هسرقها في فلوس. لا يا اسطى، لا يا استاذ اشرف، ما يطلعش منك الكلام ده اقسم بالله. وهروح اجيب الفلوس من الدولاب، وهوبا يا معلم. ايوه ما لقيتش الفلوس. ماشي، يلا يا استاذ اشرف والنبي. ويا ايه، يا ايه، انت حراميه. انت معاكي حكايه، انت حراميه. مقلب جامد، انا مسرق مراتي. يا ايه، احنا معانا حكايه. تفتكروا رد فعلها هيكون ايه؟ ايه يا ترى رد فعل ايه هيكون ايه؟ افتكر، تخيل في الكومنتات. يعني هي طلبت معايا الجن كده. طلبت انا مع اشرفه كده. استاذ اشرف انا ببصه، اصل هي الحاجات دي مش بالسن اصلا، الحاجات دي الشباب في القلب ربنا يستر من ايه كده ما نشوف. تلاش الدنيا هتبقى تمام. يلا احنا جاهزين. وعايز اشوف رد فعلها بجد هيكون عامل ازاي مع ان انا بسرقها. ترى رد فعلك هيبقى ايه؟ طبعا انا هكون مجهز كاميرا هنا غير الكاميرا الاساسيه اللي احنا شغالين بيها. كاميرا هنا وغير كاميرا اهي، تعالي بس تعالي، وغير الكاميرا اللي هناك في المطبخ. زي ما قلت لكم بتجهز السفره بتاعه التحدي. زي ما قلت لكم يا جماعه، هو المحتويات دي بتبقى محتوى سفره. احنا قاعدين على السفره، الكاميرا قدامنا، بينزل القهوه، احنا عمالين نرفع في كبد وقوانص ومحدش مش شايفين حد قدامنا. هو ده المحتوى. عايزكم تشوفوا رد فعل ايه النهارده هيكون عامل ازاي. هنشوفه خلاص بقى يا استاذ اشرف، هنشوفه. حاضر، ما احنا فاتحين الفيديو فهنشوفه. وانا بقول لها انت حراميه، يلا بينا. لا انت حراميه مراتي، انت حراميه، يلا بينا يلا. ها جاهزه؟ النهارده تحدي بتايز. جاهزة جدا. ضحك وفرفشه. ضحك وفرفشه وحب ونعنشه، الدنيا مرغرشه. في بيتزا هنا حلوة. ايوه على طول كده. يلا يلا 3 2 1. 3 2 يلا بيتزا. ناكل البيتزا، احنا جايبين بيتزا. نقعد على السفره كده، ايه، نرفع الفطيره نقعد ناكل في فطير.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشني الشغل ده اقسم بالله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا كتير كتير يا احلى عيله في الدنيا. احلى عيله في الدنيا. انا مبسوط قوي. مساء الطاقة الإيجابية على أحلى عيلة في الدنيا. الطاقه الايجابيه والبتايز والسمنه والزيت والسكر. في ناس طلبت انه يكون التحدي على 10 دقايق ويكون بسرعة. فلوس قويه جدا. 10 دقايق هو المفروض هياكلوا البيتزا فاللي يخلصها الاول. عادي بقى حد فطس منهم بيقع، لا هم بيتصرفوا. مبدئيا اصلا الفطيره اللي تاخدش معاها 3 دقايق اصلا عشان ما تبقاش تحدي، يعني حتى ما فيش مجهود في التحدي اصلا. الفكره ان هم بيتغدوا اساسا. فاحنا النهارده قررنا نعمل التحدي ده على 10 دقايق والكسبان هيكسب 10000 جنيه. المفروض هيعملوا تحدي البيتزا ده على 10 دقايق واللي كسبان هيكسب 10000 جنيه. بقى استنونا مع عم اشرف. طبعا معانا البيتزا الجميله اللي ايه عاملاها زي ما انتم شايفين، حاجه كده بجد طبعا وفاخر هي بالاخر. حجمها كبير واللي حجمها فظيع فعلا. هيخلص أسرع من التاني هيكسب ال 10000 جنيه. هيكسب ال 10000. هم بينزلوا فيديوهات دي يوميا، فانت لو ضربت 10 في 30 يوم يعني 300000 جنيه. ده انتوا بتصرفوا على المحتوى قوي يا اخي. هي تبقى 10 واحده رايحه جايه طول الشهر ده لو في 10 اصلا. يخلص أسرع من التاني هيكسب ال 10000 جنيه. استاذ اشرف انا مستعد اخش معاك التحديات دي لو تديني 10000 جنيه. انا بقول لك من مكاني هذا اجي اقعد معاكم في السفره لو مش هيضايقكم. طبعا مش هيضايق مدام ايه. لو فيها 10000 جنيه انا مش هاكل البيتزا، انا هاكل السفره نفسها. ومستعد ارفع كل ازايز البيبسي اللي في انا هاكل الانتريه. هاكلك انت يا استاذ اشرف. وانا جايه متحمسه، انا عاملاها بقى بطريقه كده حلوه عشان اظبطها زلط. اهم على حاجه يا طول. جماعه ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لكام؟ كام؟ 10000 لايك. 10000 لايك. هي عشرات حتى ما شغلوش دماغهم بقى ايه 10 دقايق 10 بواكي. فكر قول ارقام كده يحسسني انك بتظبط للفيديو. هنا في كلمه اشتراك بالاحمر هنخليها رمادي، ويلا نبدا في التحدي الحماسي القوي ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا نبدا بالتحدي يا استاذ اشرف. يلا. والوقت معانا على 10 دقايق زي ما انتم شايفين. انا متحمسه جدا يا جاهزة؟ جماعه. انا كمان متحمس. 5 كومنتات مختلفين هنقول الاسامي. 10 كومنتات بقى. 5 ليه؟ ما 10 احنا اتفقنا بقى. طيب جاهزه انا للتحدي؟ جاهزه جدا، انا ببصل للبيتزا. وانا باصص كمان للبيتزا. بسم الله الرحمن انا جايه الرحيم. النهارده اكل بس. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتكلم. بعد كده بقى بيبداوا يرفعوا البيتزا بالهنا والشفا يعني. تحدي سرعه الجميل بقى ان المره دي في تغيير في المحتوى. الكلام بيتقال تحدي سرعه جرعه. قوي جدا جدا جدا. حطوا لايك دلوقتي قوي جدا. حطوا لايك. ووصل الفيديو ده ل 10000 لايك. اللي بعده يا شوفه. ايوه هو ده هكسبك. محتوى. مش عارف مش مصدقه ليه عمل المقلب ده عشان هو مش قادر يكمل البيتزا اساسا. مشهيه جدا شهيه وغرقانه جبن وبسطرمه. خلاص بقى ما كانتش بيتزايه يا عم احلى حاجه فيها ان هي بتتزلط زلط. خلاص يا جماعه في حاجه تانية عن البيتزا ولا نروح ولا ايه؟ ما احنا جايين نفهم ايه البيتزا في ايه. يا نهار ابيض. وقفي استنى. هو افتكر حاجه بقى في قلب نص الفطيره كده وكل حته بسطرمه. افتكر رجعت له قال لك نهار ابيض استنى. وقف. نسيت اجيب الفلوس. شفتي بقى؟ نسيت اجيب الفلوس. نسي يجيب فلوس التحدي. بس هم بيعربنوا نازلين يخلصوا في نص في توك توك. هم بيحطوا فلوس كده على السفره قدام البتايز. بص بقى عشان في حوار جاي. ما انا وقفت بس لما نكمل عند ما احنا واقفين. ماشي. سايبها زي ما هي. عند ما احنا واقفين. بس خلاص بقى انتوا مش قطمه تاني. خلاص توقفوا بقى اكل بالبيتزا. نكمل عند بصي عند ما احنا واقفين. طبعا انا هدخل دلوقتي يا جماعه عشان اجيب الفلوس من الدولاب. ايه انت دخلت بتكلمنا من جوه؟ وهرجع لها واقول لها الفلوس مش لاقيها وربنا يستر من رد فعلها. ربنا يستر من رد فعلها. طب تمام احنا عارفين انك دخلت. ما انت قلت لنا في اول الفيديو هو عدى 4 دقايق. احنا ما لحقناش ننسى عشان تفكرنا. تفتكروا هتتجن عليا ولا ايه النظام ولا ايه الحكايه؟ سالتنا برضو ما عرفناش رد الفعل. انت اتاخرت كده ليه؟ نركز بقى في الحته اللي جايه دي. على فكره انا شبعت. الفلوس فين؟ سامعين الموسيقى؟ الفلوس اللي في الدولاب. الفلوس اللي في الدولاب يا هانم. انت قاعده مع البيتزا دي لوحدكم بتعملوا ايه؟ تلاقيها بتحطها في الدولاب في الرف بتاعي تحت الهدوم. الدولاب في الرف بتاعي تحت الهدوم. انت ايه اللي هات لي البيتزا دي؟ وانت من امتى بتحطها؟ انا حاططها هنا من امبارح. كلمه كمان واخلص على البيتزا. بقول لك انا حاططها في الدولاب. المشكله لما تدور عليها. دورت قلبت الدولاب. ما انا اتاخرت عشان كده. وانا ايه؟ ما انا عايز اعرف الفلوس راحت فين. انت ايه فلوس راحت فين؟ ارفعي الموتزاريلا دي وريتها ايه في ايه تحت الموتزاريلا دي؟ الموضوع مش محتاج نرفز ادور عليها او ما ادور لك عليها. دورت بقول لك قلبت الدولاب. قلبت الدولاب. بس انا مش فاهمه اصلا. انت داخل وانا مركزه ان انا في هي برضو لسه باصه على البيتزا. انت عارف المارجريتا بتبهدل في موتزاريلا. انت بتكلمني في حاجات في وقت فيه موتزاريلا ده ما يصحش طبعا. انا حطيتهم امبارح بايديا في الرف بتاعي تحت الهدوم. تحت الهدوم. انا الفلوس ال 5000 جنيه اللي هم بتوعي. يا عم عرفنا ان هم بتوع بقى. يا عم بقى الله جامد.
بص ال 5000 جنيه اللي هم بتوعي حاططهم في تحت الدولاب في الرف تحت الهدوم. تمام. في الرف بتاع الهدوم مش لاقيهم. هتلاقيهم ما دام حطيتهم هنا. مش طبعا آية مش مجمعة ان هو بيتهمها سرقة ال 5000 جنيه. لاقيهم اختفوا يعني فجأة كده يعني. هو انا عايزه اعرف بس، هو انت بتزعل ليه ومنفعل ليه؟ اكيد موجودين في هنا ولا بزعل انت عارفه يعني لما تبقى الحاجه في فيديو وتختفي يعني ازاي يعني. يعني ايه حاجة في بيتي وتختفي؟ ارفعي لي بسطرمة من البيتزا دي. هقول لك على حاجه، عشان انا ما بحبش حد يصدمني كده مره واحده. ما بحبش حد يصدمني وقت ما انا بضرب بيتزا، انت عارف الموضوع ده كويس. تدخل عليا وانا ماسكه السلايز بجون في البيتزايه وبودي. هتلاقيهم يا في المكان يا اما دورت ثانيه واحده بس، عشان انت بتزعق جامد وانا مش مستوعبه مستوعبه ايه يا مدام؟ بيتهمك انت بالسرقه. الدخل دي الصراحه. انت دلوقتي حاططهم، بص بقى المزيكا بقى بتسخن بقى. ممكن تكون انت حاططهم في مكان تاني. كلام منطقي، بس هو قال لك كذا مره الرف تحت الهدوم في الدولاب، وقالها لك كذا مره وهو فاهم. استاذ اشرف هو بيعمل ايه كويس. هما ادور لك عليهم مثلا في جيب بنطلون تاني. انت ما تقومي دوري، قومي بصي، قومي خدي فكره، ولا كرسي مغري ما تطلعوش انت تقعدي بتستني التحدي اللي بعده ولا في. وعارف انا حاططها طب أنا هقول فيه لك زي ما انت موجوده قدامي دلوقتي. زي ما انت موجود قدامي، انا حاطط الحاجه هنا يا هانم، مفيش مفر. بغض النظر ان انت مش لاقيهم، تعالى نكمل التحدي وبعدين نبقى ندور عليه. بيتهمها في السرقه وهي بتقول له تعالى نكمل التحدي. دي هتموت على البيتزايه، هي مش قادره خلاص. شكلها فعلا البيتزا دي كانت شهيه وشكلها بتتزلط زلط. طريقه كده حلوه عشان اظبطها زلط. انا اكمل التحقيق ازاي يعني؟ تعقل ازاي يعني؟ هما هيروحوا انا عايز فين؟ اعرف دلوقتي هو في حد بيخش عندنا هنا؟ انا تقول له انا ماسكه اعصابي، انت منرفزني قوي. ما ينفعش نحرج نفسنا قدام البيتزا قاعده قدام دول، ما ينفعش الكلام ده يتقال قدام الفطاير دي. ما انا عايز اعرف الفلوس دي راحت فين؟ ما راحتش في حته، تلاقيها في الاوضه. انا هخلص التحدي عشان ما اقومش واقعد منك. قومي بصي، قومي بصي. فانت تكمل التحدي ونقوم ندور عليه شويه وهيبلغ الشرطه وبتقول له كمل التحدي. نزلت الدولاب على الارض. كل نزلتولي كله على الارض. نزلت لك الدولاب كله على الارض. كنت بتدور على ايه؟ انت بتدور على دليل ولا كنت بتعمل ايه؟ مش لاقي فلوس. وانت تنزله على الارض عادي كده. طب انا اعمل لك ايه طب طيب؟ انا كنت هدور عليهم. انت مش متضايق ان هي متهمه بالسرقه؟ هي متضايقه. انت نزلت الدولاب فعلا على الارض. طب ما تدور في الارض، مش مبرر على فكره انت نزلت الدولاب في الارض. انت نزلت بجد الدولاب في الارض. ليه يعني؟ انا لو حطيتهم من اسبوع ماشي. اقوم لك اشوفهم فين؟ هتقوم والله اخيرا. لك اشوفهم فين؟ اقوم اشوفهم فين؟ انت قعدتي تاني، مش انت كنت هتقومي؟ ما تقومي. يا اما نكمل التحدي ونخلص في الموضوع، يا اما نقوم اشوف لك فين وندور ويبقى بلاها تحدي. وبلاها بيتزا بقى خلاص، وبلاها فطاير، وهي كده خلصت. ده حرامي دخل خدهم. احنا عندنا حراميه؟ انت قصدك ان انا حراميه يعني؟ انت قصدك ان انا حراميه يعني؟ وصلت. طب انت فهمها لي بقى. انا انت داخل تزعق، وان انا اصلا دلوقتي في فيديو، وانت داخل عليها في الفيديو كده لا احم ولا دستور ولا حتى داخل لي بكيس كاتشب، وان في لا سيبك من الفيديو، سيبك من الفيديو. ما تعملش كده عشان انا مش كده مصور. ما ترميش بقى البيتزا كده، دي بتتزلط زلط بقى. ده متاخد بفعل يد كده، واحد هو اللي داخل. هو ده متاخد بفعل يد كده، متاخد مسلوط. ده بفعل كف. باين ان انسان مش دب مأخذ، لا باين ان في انسان خده، مش تمساح. ما لان التمساح مش هيعرف يشيل تاخد بفعل يد، فده فعل يد. انا ما اعرفش بقى، انت عرفيني مين اللي خد. بصي بقى في الاخر انت في حكايه دلوقتي، ولا البيتزا دي هترجع لما نفتشكم كلكم يا اولاد يعني انت لما اقول لك الفلوس موجوده في المكان وتقولي ما فيش حد بيخش، يبقى انت اللي حراميه بقى. ما انت اللي حراميه، انت بقى اللي انت يبقى انت اللي حراميه وش كده. امال الفلوس هتروح فين؟ مين دي اللي حراميه؟ ده مين اللي اداك اسمعيني الحق بس كده. الكلمه دي انت اصلا؟ في مين الفطاطري اللي اداك الحق انك تقول كلمه زي دي؟ يعني بعد انا مش هبص في وشك تاني بعد كده. انا ماليش دعوه. تبص في وشي ما تبصيش في وشي، تبص في ايدي ما تبصيش في ايدي. انت هتتفتشي النهارده في حوار دلوقتي، وكلمي حد عشان انا مش هحلك النهارده. شوفي انت بقى، شوفي انت نفسك مفيش بقى. حد. شوفي نفسك بقى، حل نفسك، لا تجيبي حد يحلك. انا مع كده انت كل واحد اضرب حاله. انا ده ما غير ان اعرفش. انا ممكن ما اقعدلكش في البيت. الفلوس لو طلعت ما تقوليش اقعد لك في البيت وما اقعدلكش في البيت. القصه دي الشغل الحمضان ده انا ما بحبوش. 3000 جنيه حمضان. حمضان اتضايقت بقى، هي ما اتضايقتش من حراميه. حمضان انت قلت حمضان. حمضان يعني بتقولي سرقت فلوس وعديتها، حراميه وعديناها، انما حمضانه ده انا فريش على فكره بقى، انا مش حمضانه. هتمشي تروحي فين؟ اوعى بس يا رب، هتمشي تروحي فين؟ اوعى يا رب. هتمشي تروحي فين؟ اقعدي بس. تمشي تروحي فين؟ اقعدي بس. فهميني ال 5000 جنيه دول راحوا فين؟ ما تخلينيش، انا ما بحبش اكون كده. سيبني. راحوا فين؟ 5000 جنيه راحوا فين؟ استاذ اشرف كان وحشنا والله الفيديوهات اللي زي دي. بس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. ما تنساش تشترك في القناه، مش مشترك وتفعل زر الجرس وتوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات. ما تنساش تحت تكتب رقم 6 لو كملت الفيديو للاخر. بس كده كان معاكم احمد كيو، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ما تنساش اللايك يا اسطى.